ان اكبر نتيجه على الاطلاق، ودي يمكن ما حدش قالها ابدا، بين الاهلي والزمالك، وده مثبت بالاحصاءات، انتهت بفوز الاهلي. تاني بص بالتاريخ باليوم، تمام، يوم 17 يونيو 1933 9-1. الاهلي فاز على الزمالك 17 يونيو 1933 9-1. وكان الزمالك اسمه المختلط. في بطوله ايه؟ كانت بطوله كاس مصر ديت، خرجت بمسمى كده الاول اسمه كاس التفوق المصريه. على فكره ان الاهلي كسب الزمالك 9-1 في الاهرام، في باب الالعاب الرياضيه، 9-1 في في كاس التفوق المصري، اللي هي كاس الملك، اللي هي الكاس مصر يعني. يا ريت اي حد يشوف الفيديو ده تحفظه عندك وشيره علشان كله يتفرج عليه، عشان لما يجي واحد زملكاوي يقول لك انا اللي كسبتك اكتر نتيجه، قول له لا يا حبيبي، تعال بص على التاريخ كده هتلاقي النادي الاهلي كسبك 9-1، مش انت اللي كسبتني 6-0، وكمان انا كسبتك 6-1، وكلنا عارفين وشفنا النتيجه دي. فلما تيجي ترجع للتاريخ ارجع صح وبص صح، لان في تزوير كتير في التاريخ. فالنادي الاهلي كسب الزمالك لما كان اسمه المختلط 9-1. عرفت بقى مين اللي كسب التاني اكتر؟ بس كده، يلا سلام.